رايحين تجيبوا عمر الشريف، ما هو طبيعي جدا سعاد حسني لما تشوفه تحبه. الغريب بقى ان اشاعه حب ده لا كان بطوله عمر الشريف ولا يوسف وهبي ولا حتى سعاد حسني. الفيلم بيتمنتج وبيتظبط وبتنزل له الدعايه بتاعته وبيتعمل له عرض خاص في سينما ستراند في اسكندريه، والفيلم بيكسر الدنيا. وفعلا بيوقف يوسف وهبي في صاله العرض بيقول لهم النهارده مولد نجمه جديده وهي سعاد حسني. كان من ضمن الناس اللي قاعده في العرض الخاص الفنان عبد السلام النابلسي اللي جه في نص الفيلم وزعل جدا ومشي راح على بيته. فراحوا له البيت، فتح الباب قال لهم اطلعوا بره، ما حدش فيكم هيخش البيت ده تاني. قالوا له في ايه يا عبد السلام، ايه اللي زعلك؟ قال لهم ازاي تعملوا فيلم كوميدي انا مش موجود فيه؟ رايحين تجيبوا عمر الشريف، ما هو طبيعي جدا سعاد حسني لما تشوفه تحبه. انما كان لازم الصح جدا بتاع الروايه دي تجيبوا حد كاركتر اللي هو انا. جمال الليثي خد على خاطره هو والمخرج فاطين عبد الوهاب ونزلوا على السلم، وهنا عبد السلام النابلسي ما هانش عليه، قال لهم خلاص اطلعوا. فطلعهم فوق وعمل لهم حله دم وحله رز زي ما كان متعود ان هو يعمل لهم، وكلوا وانبسطوا والخلاف اللي بينهم اختفى تماما ورضوا عبد السلام والموضوع خلص.